يا صباح الخير، كيفكن؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بخير. شو عندكن اليوم؟ شو المشاريع؟ خبروني. والله أنا شو اسمه ماني نايمة مظبوط. في دواء عم باخده عم يقلقني بالليل. ما عم باخده، الحمد لله إني ما عم باخده بشكل يومي، باخده كل 3 أيام. فمبارحة أخدت منه وما يجيني نوم، أخفى بس أحس حالي ماني يعني هذا الشعور كتير ثقيل. تحسه وقت كنت بالعمل وقت بعد العملية كمان بحس حالي إني نايمة وماني نايمة. وظلت لشي يمكن الساعة 5 وأنا أتقلب، ما بعرف كيف نمت آخر شي بصراحة. أوكي. ها؟ عساني شوي فيه مخدر يمكن. لا مو مخدر، كيف بيعمل قلق، بيعمل مدري كيف، عرفتي يعني. قريت على سيرته الجانبية. والله كتير هيك من ثقيل يعني، لازم اخذه يعني، لانه شو عم تلتزم بدواء. الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين انا شو عم بعمل هون؟ بس عم اعبي نهاية الحواجب بالذات هاد لانه مقطوش يعني، شايفين مشان يصير نفس هاد، بس طولته نكزة صغيرة. هلا امبارحة ماما عملت لي اياهن بس غمقتهم شوي، لانه انا ما عاد عملتهم هيك. زمان تتذكر شقد كانت دارجة هيك، فقالت لي انه بالذات هاد الحاجب كتير كتير خفيف، يعني بده بس هيك على الخفيف، عرفتوا؟ هيك بنكون خلصنا. مش عم تعمل حياتي. بدك شوي من هون. ايه في اغراض هون كنت حاطة ما بدي اياهم، فماما عم تشيلهم، عرفتوا؟ بعدين امبارحة انه انت عن جد انه طلعت هيك اجتني ضحكة على كومنت، بس اثنين كتبولي على انه كيف تطلبي من امك تطلع تجيب الشيبسات. طلعت هيك يلا والله حكيت عادي يعني عادي شو؟ يعني ما حكيت شيء، انه اي عادي بين اي بنت وام. مثلا ماما تجيبي لي هاي، او مثلا بنتي تجيبي لي، انه عادي يعني، انه ما بدها كل هالشيء. فانا بعدين انه اكتشفت انه مو ضروري كل العلاقات تكون نفس الشيء، يعني مو ضروري انا علاقتي انا وامي لازم كل ام وبنتها يكونوا نفس الشيء. لانه مرة من قبل كنا عم نحكي الموضوع انه في نسبة منيح كتبت لي انه لا انا امي ما بمزح معها، انا امي ما بحكي معها هيك، انا ما يعني الوحدة بالعكس امها هي رفيقتها. يعني هلا اكيد يعني بمزح معها باحترام وكل شيء، هذا ما دخل، بس نحن عم نحكي انه انا ما حكيت معها شي غلط. قلت لها ما معك تجيبي الشيبسات، عم بحكي عادي يعني. انت شو بتقولي؟ لك بعرف لوحي، بس انا انه بستغرب انه بالعكس في احلى من انه البنت وامها يكونوا انه علاتهم انه رفقه. يعني انا كثير مثلا بيجي كومنتات انه انت وامك صار هلا ليش انا قاعده هون انت واقفه؟ ليه ما بصير امك؟ ليش واقفه؟ عادي ماما. ومشان عيوني شو بشان اساوي فيهم؟ الله وكيلكم هلكوني. عم ضل دمع. وقال لي الدكتور، مو الدكتور يعني، قال لي الصيدلاني انه ضل اعمل مساج هون. شو بهي المنطق؟ بجوز مجرى الدمع، اذا مجرى الدمع مسكر ما ينزل دموع. ما انا مسكر، لا شو مسكر؟ شو؟ عم على دموعي امبارح اشوفها على المسلسل اللي عم نحضره غدار. شو؟ يا ويلي امبارح قديش بكيت. انا احلى شي مرات اذا مثلا عم نحضر شي مسلسل والحلقه كتير بكتني، في تاني نهار عيوني منفخين والله. فبصير انه لمنوش ليش بكياني؟ يا اخي والله بكياني على المسلسل. طلعوا هلا ما عاد يوقفوا. كتير مشكله ماما. انتي كان عيونك هيك شيء؟ لا يا عم لكم لما عملت لي البنت الميك اب والله العظيم جننتها. قالت لي عيونك ما كانوا هيك المرة، يعني المرة الماضية ما كانوا لهالدرجة. اوكي اليوم رح نعمل سبانة شو اسمه، وماما خلتني ارجع اوصي على الكبة. شو اسمه، قال لا امي شو طلعوا، هي بتحب انه اذا اشتغلت شغله بتخلصها على الاخر، عرفتوا؟ فانا شو قلت لها؟ لانه ما في نعمل كيلوات، انه مثلا نص كيلو اوكي مقدورة عليها، عرفتوا كيف؟ وانا بدي اعمل السمبوسك مو سمبوسك السمانة. حتى ماما قلت لها انه شوي يا عمري شوي زحي شو اسمه، قلت لها انه كتبوا لي نانوش ما تحطي رمان بقلب السبانخ. قالت امي ما بتحط رمان بصراحه. هلا هو طيب ويعطي شكل والى اخره يعني، بس انه
الفكرة انه انا مفرز ماني مجربته يعني، فما بعرف يعني، فلهيك خلينا بالمضمون مثل ما عم تقول ماما، وما نحط ما نحط رمان يعني. نشوف كيف رح يطلع. عم بتقلي انه امي لازم مشوي يعني هو شوي ما بصير قلي. شوي بالفرن ماما لكن شو؟ ايه طبعا ما بصير قلي بالفرن، شلون نعمل قلي؟ انا لسه ما صحصحت. المهم انا رح اخلص مسكرتي ونعمل قهوة لي ولماما نشربها، نرجع العجينة. العجينة هي لازم نحط لها خميرة تبعت السبانغ. هلا لو بعمل عجينة البيتزا مو أحسن؟ بدك كمان ما هي نفس عجينة البيتزا، ما تفرق. شو رأيك انتي؟ ما تفرق نفس الشي ماما. انه هي فطاير بالنهاية صارت، ما انه نفس الشي ماما، بس انه ما تكتري لها خميرة، فهمتي علي؟ ما بتكتري لها كتير. انتي مع نعمل عجينة البيتزا لا نعمل عجينة السمبوسك. عجينة السمبوسك بلا خميرة ماما. بلا خميرة، بس نحن نحط لها خميرة. صح؟ شو قلتك؟ انه احسن. انتي ايش بتنصحينا؟ نيلاتن طيبين. شو هي؟ نيلاتن طيبين ماما. لا عشان نعرف شنو نعمل. انه انا بحس انه عجينة البيتزا انه مو فطائر وهيك، بحس انه طرايا، انه غير طرايا، بحس انه رح تكون افضل. بس انا ما مجربة فيها غير بيتزا يعني، بس بتوقع بتصير. بتصير شو ما بصير؟ بصير للبيتزا، بصير للجبنة، بصير للسبانغ، كتير شغل. قصدي ولا مرة جربت اني اسكرها. لا بتسكر؟ يعني على طول مثلا بعمل فيها بيتزا وممكن فطاير عادية لا بس. تسكر. خلص على مسؤولية امي، زمان شفت على مسؤوليتها. ايوه امك، شو امك؟ اخر قلبي. فيكي تعملي فطاير تبع زيتون وحرحورة مع بعض. يا ذكرتيني، امي مش اتصلنا زمان ما عملنا محمرة. امي بتعمل محمرة يا ويلي. مرة عملتها لريتشو، كنا بلبنان. هي أكلة شتوية بحت يعني، نحن كتير بنحبها، بنحطها هيك على الساندويش وبنسقسقها ويلا، يا على الصوبة يا على السخانة، كتير كتير طيبة. كمان فينا نعملها. بس هلا انا قلت لدانا تقلي على الأكلة السبية مشان أعرف شو وصي كمان أغراض. بتقولي إنه في محلات معينة للخبز الأثيوبي وهيك، فما بعرف. أنا ما عندي مشكلة والله يعني بطبخ، بس المشكلة إنه أنا اليوم عندي كذا شغلة. فريتشو بيحب يعجقني دخيله. أنا شو بحبه، بحب العجقة عن جد، كثير بيحب يعجقني أستاذ ريتشو. فبده شغل المكنة. الله بدها تشغل المكنة عم برا. الله سقفوا لها. أنا أصلا بخليها تتشجر. مرات بكون برا البيت ما بتشرب منها، بتشرب من اللي تحت الكبسولات. قلت لها إنه هاي أطيب. إنه شو عم تعمل؟ تشربي من اللي فوق. والله المكنة تبعت القهوة غير شكل، سمعني صوتها نغم. اكتبولي انتو شو خلصتوا من تفريزات، شو عملتوا، شو سويتوا كمان اكلات. انا بصراحة هلا بعد ما خلصت السبانخ بدي ارجع اعمل كمان بيتزا، وبدي كمان اعمل رقائق جبنة. احلى شي اللي عم بيقلي ننوش انه نقعد فرجيهم نحن يا الله نحن نعمل بيوم بيوم. حبيبتي عيني، انا ايش في لحتى اتعب كل يوم بيومه؟ بكفيني الطبق الرئيسي، بكفيني التزيين، بكفيني عندي شغل كتير يعني. انا ليش لا اجي اقعد اعمل كبه وسمبوسك ورقاق وبدي اعمل كذا شيء يعني؟ لا بالعكس، ما بصير لهم شيء، طعمته ما بتتغير اذا تفرزوا بطريقه صح، حطوا باكياس نظيفه، تفريز منيح، دول الاشياء كلها بتكون مفرزه. بس طبعا شغل البيت اكيد يعني لا يعلى عليه طبعا، بتعرفوا انتم شو حاطين على ذوقكم، شو بتحبوا. ف والله يا حبيبتي هاي الشطاره كانت زمان عندي اياها لما كنت اعمل بلبنان. رمضانات كنا لما كنا بلبنان كنت انا اعمل السمبوسك والهي كله على ايدي، كان بنفس اليوم. بعدين طلعت انه شو ليش بدي تعب حالي لهالدرجه؟ بحطهم بالفريزر اريح راس لاري، وهيك بقدر اركز اكتر اذا بدي اعمل شي صنف جديد. فليش بده ينتزعوا ويتغير طعمتهم يعني؟ ما عم بفهم. ما الكبه فيكم تجيبوها مثلا من السوق، كيف تشتروها جاهزه؟
فرزي السمبوسة. أنا بطل بقدر أركز إني أعمل مقبلات جديدة معكم بشكل يومي. في مقبلات بتتفرز، في مقبلات ما يعني ما فيكم تعملوا قبل بيوم، لازم تنعمل بنفس اليوم. عرفتوا كيف؟ والتزيين كمان ما تنسوا رسم على الجزر والتقشير، هدول كلهم بياخدوا وقت يعني. فيا عمري أنا هيك أريح لي لما أنا أفرز الأشياء الأساسية، البيتزا، الكبة، السمبوسك. يعني أنا بكون مرتاحة أكتر برمضان، لأنه عنا أشياء تانية بدنا نشتغلهم برمضان كمان. يعني في كذا حدا كتب لنا إنوش، لا بالعكس، انتي معك حق، نحن كمان بنفرز كمان نتفضل الصلاة والعبادة وهيك أشياء تانية، ونكون يعني ما يكون علينا ضغط كتير. حبيبتي بحبكم كلياتكم، فرزوا إذا انتوا قادرين وعندكم مكان بالبراد يعني وهيك. فرزي وريحي حالك. يعني ما فهمت ليش أنا بدي أضغط على حالي اشتغل فوق طاقتي، أوصل لآخر الليل تعبانة، وبعد عنا سحور وعنا بعد الإفطار عندكم تحطوا فواكه وحلويات. يعني ما بعرف ليش بدي أتعب حالي أنا. انتوا معي بهذا الحديث ولا لا؟ عن جد، لأنه زمان كنت أعمل هيك. أنا عم بقولكم كنت كتير أتعب، يعني أعمل كل يوم بيوم، بعدين شوفي خير إن شاء الله. أنا تاني رمضان إلي يمكن بالإمارات، مو إنه من قبل. تاني سلسلة لو سمحتي. شو؟ يلا ليكني ها جيت. أساسا أنا خلصت. أنا لما كانوا أهلي عندي أول رمضان لإلهم معي بلشت أفرز. كان أول رمضان لأهلي معي، بس صدفة إنه فرزنا كنا داخلين على رمضان، عرفتوه؟ فإنه عادي. يلا يا عمري جيتك. خلصنا وبنعمل قهوة أنا وانتو. اكتبوا لي رايكم موضوع التفريزات. أنا بحس إنه بيريح وبيخليكم تتفضلوا على أشياء تانية، بالذات اللي عنده أولاد أو اللي عنده مثلا عزايم، عنده هاي الأشياء. يعني بحس إنه تكون مرتاحة أكتر لأنه عنده شغل كمان تاني. أوكي. هذا شو صار بعدين طلع لي؟ بدها تنظيف هيك. والله على حظكي مثلي انا كمان، بس بدي اجي اشرب يا بدها تنظيف يا ناقصه مي. لا امي، مو مي يا روحي. مو قصدي شو هاي، شايفه؟ فولت. ايوه ما شاء الله عنا رايحين جايين. والله القهوه تبعيتها عن جد بتجنن. يعني هسه بدها تكمل ولا لا؟ انتي متاكده ان حطيتي قهوه الاخر كوفي؟ لانه حاسه تقيله عليكي، ما بعرف. دوقيها يا عمي. عامل لهم انه انا شو اسمه اول رمضان الي لما كنتوا عنا روكسي برا، انا نزلت لهم كنت مبلشه تفريزات. موضوع التفريزات بخلي الوحده تتفضل اشياء تانية كثير، يعني مو شوي، عرفتوا؟ انا ليش بدي اهلك حالي بنفس اليوم؟ ما فهمت. خلينا ان شاء الله. امي خلصت. هاي كانت. زودتي شي عليه ولا شو؟ لا ما زودت. خلص هاي هي. بس بديها شوي اخف. شو بدي اخفف ثواني. الله يا روكسي. كنا عم نحكي على مريم والسيرة جرت سيرة على قصة التفريزات. بتعرفوا قصص وحكيات النسوان. فعم قال لها والله فرزتك، قام قالت لي خبريني انه ثلاجة لقيتيها. خلصت قهوتي مع المسرف، اجت وهلا بلشت ارسم مع مريم. صار لها يمكن شي 3 ساعة، يمكن هيك شي. فقالوا نعمل العجينة، في غرضنا نرتبهم. امبارح قلت لهم البنات ما تركبوا شي، خلص انه يروحوا ناموا ويرتاحوا وبكره بنشتغلوا. يا عيني منيح التنكة. هلا والله كانوا حاطينها كانوا على الارض. بدها تلي اخذهم. يا عمي هاتلتني، قالت لي وين عم توسعي؟ قلت لها شبك نسيتي انه انا جبت من الفريزر ثاني. قالت لي ايه صحيح. اوكي هلا في كثير هيك موسخه من برا. اوكي السبانخ هون. شوفوا ماما رح تعمله لانه انا بطبخه، بس انا ولا مره عملته للفطاير. يعني شوفوا لي هالسبانخ غير شكل لونهم. نفرم بصل نجهز نشف منيح.
وماما رح تعملنا السبانخ، ما بعرف كيف الطريقة، شو بدها تتبل، شو بدها تساوي، فهي رح تحط لنا اياهم. وانا رح اعمل العجينة هلا معكم. خلص رح اعمل عجينة البيتزا، بس نخفف الخميرة شوي مشان ما تنفش كتير كمان. تعالوا نحضر مع بعض ونبلش شغل. عم قلها عم قلها لدانا انه قولي لي بقى شو اسم الطبخة الاس بي وهيك. لانه مش عارف شو استغراب. انا بدي خبز، قلت له والله فهمت الخبز، خلص رح خلي بابا يجيبه. ماما تكتبي لك اسم الطبخة على اليوتيوب تطلع قلت له طيب شو بدك اجيب اغراض، انه اغراض للطبخه. قامت لي لحم. قلت له طيب لحم شو؟ ناعم، شقف، ضلوع، لك انه شو هو؟ قال ما بعرف بس اشوف لحم. طيب شو يا ربي دخيلك لك ريتش اشبه. الله العظيم حتى اسم الطبخه اذا بدي اكتبها. خليني نشوف شو رح نظبط الطبخه الاسيوبيه اليوم مع السبانه ومع الكبه. ريتشو هل صار كل قصه ولا الثانيه؟ هي شنو هذا ازرق؟ لك هي شو اسمه مسكرة شلتها راحت ما فيها شيء، يعني ما في اجلها لبكره، خلص بده يعملها اليوم هو واخذ الرجال. اوكي المهم خلينا نشوف هاي الطبخه الاسيوبيه. ما رح كتر كثير منها هيك، بس انه مشان نجرب نحن. عرفتوا كيف؟ شو اسمه؟ مش حتى لهون عم نشوف طبخه اسيوبيه. زيتون بدنب አድርጌ هذا كله بصل يا جماعه. يعني كل هذا حال بدهم حاط ካላችሁ የበርበሬ ድል መጠቀም ትችላላችሁ። ለቀይ ወጥ መስሪያ የበርበሬ ድል በጣም ቆንጆና እንዴ ده انا كده لازم تحطوا سبايسي. ايه بس يعني لازم انه مش يكون سبايسي. ከጎን እጥድና በትንሽ فيك تحطي فلفله حلوه ما تحطي حده. ጊዜው በርበሬው ቁሌቱ ላይ ቆንጆ አድርጌ አበስለዋለሁ። والله يجي والله زين والله. هلا نشوف شلون بده يطلع معنا الطبخه الاسيوبيه. اوكي وصلت على لحم انا، باقي الاشياء عندي هون. وامبارح جايبت لكم وصفه فطائر للشكر. نشوف مريم. ليش قرشت الليل مدام؟ اوكي بسم الله. صحتين صح حبيبتي، صحتين صحتين. مدام انت good? بعتوا لي maybe no. نو بروبلم يا بس تعرفي لا لا داخلكم معقول توقع هي؟ لا هي ثابته. هنليفها لانه كثير مزيته من برا، يعني طلعوا كيف موسخه عادي. والله لا احكي لهم عم اقول لها انه المحمر اللي كنتي تعمليها كثير طيبه عليه، ما بدها شيء بس فرن بصل. قد عندي معزبه قلبنا في عندي اسمعي بسمسم. نجربها سوا انا وانتم. ما رح اعمل عجينه البيتزا تبعيتي هالمره على طريقه ماما. رح نعمل عجينه الفطاير. جاهزين؟ يلا حضر الاغراض انا وانتم. قلت لها عندي فرامل. قالوا ليش ما بتحكي؟ يلا ما صار تعي. مو فتحناها سوا وضبيناها انا وانتي؟ والله ما انتبهت يا بنتي تخيلي. طيب هلا ليش عم تعملي شو بتكتفي معي؟ قلت اياه بصل مش قطان. حطها بالفرامل يلا. اعطوني زلغوطه انت وياها. امبارح بدها تستخدم الفرامه. الله اكبر. ولا العزيمه كثير عم نفرم لانه بصل، يعني كميه البصل عم نفرمها للسمبوسك للكبه لك حتى للاكل. يعني في مرات نفرم يعني منيح. لامي شوفي شوف عمرها كمان بنعمل كمان نعمل. وهذا الوصفه جايبتها ماما تبعت السبانخ. بصراحه متحمسه لحتى اجربها. وبتصير يعني في خيارات فيها. عرفتوا كيف؟ فيكم تحطوا بيضه، فيكم تحطوا لبن. الى كل الفطاير بتصير. هلا هي قريبه شوي على تبعيه البيتزا اللي انا بعملها، بس شوي العيارات يعني مختلفه. مثلا انا البيتزا 6 كاسات، هي 5 كاسات وبنضاف لها زبده. وفيكم تضيفوا معلقتين لبن او بديل اللبن فيكم تحطوا بيضه. يعني انتم اختياري القصه. عرفتوا كيف؟ بس انا بحس انه انت شو بدك تحطي ماما؟ بدك اياه. لا مو لا بدك تحط بيضه ولا لبن؟ حط بيضه. بيضه؟ طيب بما انه انا مجربه بعجينه البيتزا تبعتي وحاطه لبن، رح نجرب البيضه ونشوف. اوكي؟ هنا بجرب وبعطيكم رايي بالعجينه لاول مره. واذا المره الثانيه اذا عملتها رح احط لبن. يعني بنجربها هيك وبنجربها هيك. انا بالنسبه لي بحط بعجينه البيتزا لبن مشان تضل طريه. بهالمره المفروض بدك اطبخ لك اكل نيمار يا عم نيمار؟ تكرمي تدللي يا عيني. هلا ايه ممكن اعمل شغلتين مثلا خفاف ما ياخذوا كثير من وقتي اليوم، لانه والله عندي شيلي انت عروستنا. البوتيتو
this one potato. اوكي شغل كتير. اوكي خلينا على البطاطا، خلينا نشوف ايش عم بيصير هون. اوكي ايه يا عيني على الزيت. ايوه يا ويلي ايش عم بيقولوا شو سبايسي رح انجلط. No spicy, Maran. This one no spicy. Shopping. الله في عندنا الاكلات يعني هيك انه ممكن No spicy. This one no spicy. هذا حبيبتي No انت spicy. وبابا بتتفقوا فيهم. طب ليكو خلينا نتفق اليوم So much natural. Very good meal. اوكي اليوم دانا tomorrow مي اوكي يا عيني عليكم والله مشان يصير الوضع بينهم. ليك ايش عم تفرمي؟ عم قطعان. اوكي ايه اوكي اتركيه هون دانا. يا عيني يا عيني يلا نشتغل بالفرامة نجربها نشوف شو عم تفهم. تعي شو قلتي؟ تبع بصل ايه؟ ما شفنا ماشين اليوم. شلون ما شفتوا؟ ايش كانت عم تعمل بالدرجة الماشين؟ والله هذا الماشين موجود تعرفي صار له شقد عندي بالبيت بس ماما ما بتخلينا نحط فيه. ايه يمكن ما طيب بالماشين. لا طيب هات مرة طيب. هالمرة بدها يصير طيب. يا ويلي يا عمي على المرة بدها يصير طيب ضحكتني. في شغل كثير ماما. والله في شغل كثير عن جد. والله ماما كثير حبتها. شوفوا كيف حتى صوتها نحلة غير شكل. يا عيني يا عيني حتى العجينة ما كان بدي انزلت لك ما الله ما رح اقدر على ايدي وما رح اتعب حالي. لا ما بدي اعمل. اوكي هلا خلونا نحضر هون العجينة. حط المقادير كلياتها صوري لكم اياهم بالتفصيل عشان انتم كمان تعملوها. 100 صحة وهنا يا رب. هلا جبت لكم كمان طريقة عجينة جديدة رح استخدمها انا لكم يعني تجربتي فيها. هي كثير قريبة للبيتزا تبعيتي بس اختلافات كثير بسيطة يعني بالمقادير. رح نجربها مع بعض كمان. شكلي رح اعتمدها هي الجديدة كمان بس هي رح اعتمدها للفطائر يعني عرفتوا غير تبعيت البيتزا. هنا بيصيروا الاثنين بس عجينة البيتزا تبعيتي بحبها. رح نعمل اليوم على طريقة ماما. هون البصلات مشان يصفوا شوي. هون السبانخ ماما عم تفرمهم هيك من العجينة. قد ايه بدك تعملي؟ مو 5 كاسات؟ اي نعم. ايه ايه زاد نعمل شو اسمه؟ ايه زاد تعملي؟ نعمل المحمر عرفتوا كيف؟ جاهز عشان المحمرة. لا مجهزة حشة المحمرة بدي اطلع نزل طحين من فوق كمان هذا ما بكفي وبدي عم بقول لها ما بدك نشيل من هدول شو؟ قالت لي لا شو بدك تشيلي؟ ما بقعد يصفي شيء. هلا ماني جايبه كثير على فكره. هلا اكيد رح يزيد بحس انا شو قلت لك؟ لا ما رح اجيب لقاطه اولادي ما شاء الله ما تركوا ولا لقاطه امبارح اشتري. عندك بالغرفه؟ وهي بدنا نفتح الاغراض كمان. بدي حطت زيت عرفتوا؟ سمول مدام. ها؟ هاي سمول. طيب رح تخدري البصل كله وتشيلي منه قسم للكبه وهدول الاشياء. ما عندنا طحين. هلا هون ماما رح تعمل معكم السبانخ. هون حضر البصل كله اخذ منه للسما. بدك اياه. انا طلبت بس هلا بدي اعمل العجينه. تمام اعطيني اياه. خليني هون اعمل. ما كنت عم بعمل الطحين انا بدي شو اسمه نغسلها. مظبوط. البصل شو ماما؟ وين؟ للسبانخ؟ هلا انا بفرم عادي ما بقصر. لا لا جيبي لي بصل. 2 3 شوي. صفاي. لازم بس انزل اجيب وحده. لازم ما بقصر. أبي بيحطوا بصل وثوم ولا بس بصل؟ لا بس بصل. شوف الناس بيحطوا بصل وثوم ما بعرف. لا خلص ما لي بدك اياه انت. عملتي هاي كلها محمرة ولا لا؟ بدك اياه. ما بصفروا معي. بقول لي ريحة البصل بالمطبخ كثير قوية. هلا ماما رح تعمل معكم أطيب وصفة للمحمرة، عن جد هي من زمان ماما بتعملها وكثير كثير طيبة.
عندنا هون البصل عم تخدره ماما، خدرت منه منيح. طبعا اكثر شيء بنكتر الزيت الزيتون، واذا انتم طبعاً. بتحبوا تكسروا الاثنين، يعني زيت زيتون اذا بدك بسكر لك الشباك. شوي ماما لانه هو عم يزيد. اوكي خلص ما عم بتحرك. هاي دبس بندوره حطت ماما. لا عادي اتركيه. اكثر من دبس الفلفل. لا اتركيه ما بس. ايوه يا عين. هاي دبس البندوره مو بلدي، دبس بندوره عادي، عرفتوا؟ إيه. دبس فليفله اللي مع ماما هذا هي اللي جابته من سوريا هنيك. دندون تعي خذي من ايدي سكر الشباك مالي قادره. بده كبس لجوا. ايه سكري لي خلص. دبس بندوره. هاي ماما. ايه عادي إيه، هذا. تحبوه حاد، تحبوه يكون وسط. ايه انتوا كيف بتحبوا يعني. يا عين يا عين على المحمره. لسه في التوابل ما حطيناها. طبعا هلا بنخدر الدبس بالبندوره مع البصل، نقلبهم شوي بعدين بنبلش نحط باقي الاشياء. حط دبس الفلفل كمان. دبس الفليفله هذا جايبت لي ماما من سوريا بشهي غير شكل عن جد. ايوه حركات مع الضرب هيك. هاي ايوه دبس الفلفل. يعني هاي مو حطيتوه. هلا اتركيها شوي حداتها بي اسمها حرحوره يعني. في ناس بيقولوا لها حرحوره، انتوا شو بتقولوا لها؟ هي مثلا محمره حرحوره. كل حدا بيقول لك يعني باسم. احنا لها محمره بصراحه، بس يمكن بحمص بيقولوا لها حرحوره ماما. ايه باللبنان يمكن كمان بيقولوا لها حرحوره. يا عيني على الرواح يا عيني. انا كل ما بدي اروح اعمل طحين امي تقول لي تعي تعي تعي. طيب البهارات اكيد ملح. ماما كبستيهم هذول. طبعا. طيب اتركي قهوة ماما. فلفل اسود. فلفل اسود. بخار نفسي ماما. اوكي. نعناع. نعناع. ريجان كمان. أوكي. قطع بري. اوكي ذات بدنا نروح مني. شو كمان؟ وبكي بدي رشة كمون. لا تقري ما بحبها كثير. بالعكس طيبة ماما. طيب بس انا ما بحبها. ليش صغيرة؟ طيب رشة صغيرة ما رح خجل عندك فيك. انت؟ عندي. هلا يا حلوين صار وقت البهارات. هلا هون. لا انا اعطيني اقول حبيبي اللي عندك. ماما ما تكتري ملح لأن دبس إيه. الفلفل فيها ملح. رش. معلش رشة كمون. اوكي. من كل التوابل بنحط ماما. خليني اجيب التوابل كلها في وافرجيك. ناس بتحط البركة كمان. اهم معلش حب البرد الملح كثير خفيفة. اوكي يا مامي ميرا خلصت درسها. هي حدة كتير. اوكي رح فيكي احط معلقة. أيوة معلقة ونص ما مشكلة. لعيونكم. وهون في عنا فلفل اسود. بسيط. رشة خفيفة. عندي فلفل اسود انا بيعطي حدودية انا. شوفوا. عندنا رشة نعناع، النعناع ما تكتر منه مشان ما يمرمر كمان. طبعا. حطي معلقة. بهار. رشة حلو. بهار صغيرة. بهار حلو. أي حاجة. اوكي. عندنا هون حبة. دقيقة معلش. حطي. ايه أوكي. من بلدي هذا النعناع. ايه هذا جابت لي ماما من سوريا كمان. عشان ما تقولي كتير. والزعتر. والزعتر البدري. الزعتر البدري ما في ملح. كمان الزعتر البدري ما تكتروا منه كمان مشان ما يمرمر. اوكي حط بركة. اللي انا ما كثير بحبها بصراحة. حطيكي معلقة صغيرة. رشة ماما. بس يعني ايه حاج هاي ما شيء. هاي البهارات. رشة كمون. ونسينا الكمون اي حاجة جيبه. رشة كمون هيك بتكون جاهزة عندنا اطيب. وبعدين سمسم. تحمصي سمسم وتحطي له. ايه صح السمسم اهم شيء. الكمون مو ضايع اللي عندي، رح استخدم الكمون من السعودية نجربه لأول مرة. على فكرة كثير بتاخذ زيت المحمرة. ايه لك كثير بتاخذ زيت، فانتوا يعني لازم تحطوا لها زيت منيح. نحن نحط لها زيت زيتون اكثر شيء بنفضله يعني، الزيت العادي. تعالوا هي اول مرة رح اجرب البهارات اللي اجوني من السعودية. صراحة والفكرة قبل انه البهارات هي يعني توب.
عندنا احنا بالسعودية. المحمرة بتاكل كثير توابل. شمي شمي. ريحته بتجنن. ريحته كتير قوية. رش صغير. ما رح كت قوية. ايوه ما رح كتر منه للكمون. عن جد ريحته بتشهي. هيك رشة خفيفة من الكمون بس. هلا نحمص خلونا نحمص السمسم. السمسم ونضيفه عليه. روح اعمل معكم العجينة. طلعت البيضة البراد، طلعت كمان زبدة. هلا صار وقت نبلش بالعجينة. هون انا وانتو مشان السبانخ وللمحمرة كمان. بدي اخبركم شغله. المحمرة اللي عملناها هلا، الله تعال شوفوا لي المنظر، تعال شوفوا لي المنظر، ما شاء الله ما شاء الله. هون السمسم حمصت السمسم يس وبنخلطهم. يا عيني هاي المحمرة على الطريقة الدارية، عرفتوا؟ نحن بنكتر لها سمسم منيح، يعني هو اطيب شيء بصراحة فيها السمسم والحبة. عجينة عندنا 5 كاسات طحين ندخلهم 5 كاسات، كل شيء كله بيتخلط مع بعضه، مو مثل عجينة البيتزا هذيك حط كاستين مي وبعدين لا. هون حط 5 كاسات طحين البركة. بس أنا ما راح حبة البركة لهذا السبب ماما ما حطت كثير، عرفتوا؟ هاي الطريقة الدارية. هلا هون رح نبلش بطريقة هلا هون حطيت 5 كاسات طحين أنا، وعندنا معلقتين سكر هيك كبار، 1 2، وعندنا خميرة كمان معلقة صغيرة دانا ماني جايبة. إذا عندكم إياها كفاية معلقة واحدة، وإذا عندكم إياها ظروف ظرف. أوكي؟ في عندنا هون زبدة كمان معلقة تقريبا قد هيك. مو مستاهل صراحة كثير يعني هيك، مو معلقة كبيرة من الزبدة بتحطوا يعني قديش هيك خلص معلقة. كمان عندنا رشة ملح، دقلي الدليفري منيح انتبهت انه تليفوني صامت، لانه كان راح ستوري كله على الفاضي وانا عم بحكي معكم واشرح لكم عن الوصفة. اوكي عندنا هون كاسة ونص تقريبا من المي، يعني انتوا عم تشوفوا هي على كل 50 درجتها 50 يعني ما تكون انه عم تغلي، بس انا هون بقدر اتحكم فيها. اذا حسيتوها سخنة والله شوفوا رح اغسلها شوي بالمي عشان ما تكون سخنة. اوكي تمام. وعندنا بيضة واحدة راح نحطها. اوكي هيك بنعجنهم كلياتهم مع بعض. بسم الله. خلينا نشيلهم بالضبط يا رب. شايفين كل شيء بتحطوه هيك، بيضة، معلقة زبدة، معلقتين سكر، ظرف خميرة، 5 كاسات طحين، وعندنا كاسة ونص حطينا ملح. طبعا اكيد هو بدي اديك فرش، انا امبارح حطيته فرش زيادة. تمام حطي يعني ما بأستخدام. ماما اعطيني والله ماما بدها تبلش بالسبانخ بس ناطرتني عشان اشارككم اياها. والله بكيف امي لو ما اي خلص قصيت بعيد العجان من جنبه عشان احطها على العجن. مو هالثاني الواحد ثاني. ايوه هاي خذي الملك ما ينكسر يا عيني. اي ليكني عبس انتوا بتجيبوا امي عند بالتصوير. يلا يلا هلا قول يا رب ونبلش عجن. مش خلص السلام عليكم. انا هون عجنتها حسيتها قاسيه، بعد لازم شويه مي، فرح زيد شويه مي هالقد. شوفوا هي بتاخذ كاسه ونص بس حسب الطحين حسب كل شيء، عرفتوا؟ حسب كمان الكاسه، لان الكاسه تبعتي هي كبيره ممكن تستخدموا اقل منها، فعادي يعني اذا ضفتوا مي شوي. طبعا عم خبركم مش اذا عملتوها. هلا بجيبها قوامها في تكون للعجينه. حسيتوا انه العجين لازم يكون قوامها طري، ما يكون كمان سميك كثير
بسم الله. انا فرجيكم كيف القوام لازم يكون. هاي الاشياء بصير اشبه لكم يعني، بس في بنات مثلا لاول مره بيعملوا مثلا بقول عجين فضاء وهيك، فانا بنبهكم عليها كرمال عجينه يا حبيبتي عجينه. انا فرجيكم القوام تبعها. وهيك صارت عندي العجينه جاهزه، رح فرجيكم القوام تبعها كيف. بسم الله. يا عيني هلا شوفوا، اذا عملتوها ما تقولوا لا والله انا مش حاطط هيك ما فينا نزيد، لا عادي المي في ماما بياكل مي اكثر بالضبط، فعادي. عرفتوا كيف؟ هي طريقة عشان تنشر معكم اسهل. نقطة زيت على ايدكم. ما شاء الله لازم تكون هيك طرية. شايفين كيف القوام تبعها؟ جنة. ما بصير تكون سميكة مو سميكة. ايوه بسم الله. حطوا نقطة زيت شيلوها. وبعدين تضيفي عليها انت عليك. عشان ليش عشان تعرف انه خميرتي فعال ولا لا؟ خميرتي خشنة كثير بدي بس ما بصير تكون ناشفة. ناشفة هيك تحسوها لا لازم تكون هيك. كيف؟ هذا القوام تبعها بتجنن. عرفت كيف؟ بسم الله. هلا بنحطها ترتاح لها شي ساعة ونبلش بعدين نشغل فيها. خميرتي يا أمي شو؟ خشنة ولا بتذوب عادي؟ انا بفضل الخميره تذوبيها يعني فيها كاسه. لأنه الخميرة اللي عندي حباتها كبيرة. في خميرة بتجي أنعم. شايفين ما بعرف إذا مبين عليكم كيف هيك بقلبها، بتوقع بتذوب أنا. بعرفها هيك شوي بإيدي مشان تنحط بشكل. على الوضعية مظبوط. أيوه بس هيك بدي أكورها. بحس إنه مو كل شيء بيتفرز من طرق كعجين وما عجين. هيك أشياء. شو يا عمري؟ يا عمري انا 100 صحة وهنا يا رب. شو بنبسط لما بتكتبوا لي انه جربنا شيء على طريقتي ولا مشيت معكم وخبيتوها، بالذات موضوع التفريزات يعني. خلصنا هون نظفنا كل شيء شلنا. بعدين ضبنا على الزانة. هاي بدها تساعدني بالسلام بدها تعمل كبة لا ما حذرتي. ما حذرتي بنوب. بيوتيوب مين بنوتي حبيبتي انا؟ عمري انا. هي بنوتي بكره بس تكبر بدها تصير طباخة كثير شاطرة. خلصت. العجينة حطيتها فترة عشان ترتاح على الآخر على الشمسات. فعن جد عجينة السمبوسك هاي أنا معتمدتها من زمان، يعني حتى لما بدي أفرزها بس هي طريقتها كثير طيبة. إن شاء الله هاي الطريقة كمان عم تكون يوم بلا كبة يعني ما يصير شيء. لا صار بدي أكبها على الطاولة. اياها اليوم رح تحبوها باذن الله. رح احكي لكم باقي بكل صراحه هي صح طريقه ماما مو فرد السمنه قبل عم تقلي. عرفتوا؟ لهون ماما قلت البصلات قلت لها اعمليهم منيح منيح. خدروا يعني. اوكي حبيبي هلا بجيك. حط السبانخ اللي عمري. بس انه هي انه اكل دغري اوكي بس تفريز ماني مجربتها انا. بحب هي كثير بكل صراحه. وقت انه احطها بالفطاير وهيك تصير يطلع منها العصير. ففي منكم اقترح علي اني احط ملح ليمون. انا اعتبرني ملح ليمون ما بنحط. ايش ملح ماما؟ بسم الله. ورمان ما رح احط لا كمان. هاي اختياري حسب ما حدا يحب. ايه هي يلا يا حبيبي بدي افتح نظرات وضبهم كمان. بس اول شيء بنخلص دراستنا نحن. يا عمري يلا يا عمري ما هذا الكسر. نروح لعب شوي. ايه رش الطبخة فلفل اسود على هالفلفل. شو؟ فلفل اسود. هو انا بدكم شوفوا انا وامي كنا عم نحكي انه شنو نحط بقلب السبانخ وهيك. عم لها انه انتم في منكم نسبه كتبوا لنا انه ما تحطي ليمون. انه عصير ليمون. انه مشان ما انتم الامهات تسكتوا بالمطبخ زلنا ما بنحسن. عرفتي لكم هيك هيبه فلفل اسود. ايه عاشقة. ونص معلقة بهار. لا اوكي انا كأول مره بعملها
للسبانخ انه فطاير وهيك. لهذا السبب هلا بس تتبل دقيقة نتشارك الافكار حط انا وانتم. التوابل. ماما بتساعدني بالطبخ والمسح والجري وكل شيء. ليش؟ عشان تطلع بيت محترم. بتعرفي بكل شيء بالطبخات. وهي سماق كتري معلش معلقة معلقتين وثلاثة، لأن هذا السماق ما لو سماق بلدي أكيد معلقة واحدة. أوكي في عالم حطيها إنه ما تدبلي، ما بعرف شو قال لا ما بس بعرف شيء شو. بسيط بس شيء بسيط تبل بس في عالم بتسلقها. هي شو عم تحسبون؟ إنه إذا في يوم بدنا نملي 20 كباية هذا ما بكفي لما نرجع لما عادي على فكرة زمان. ما شاء الله يا سلام. ليك ما في نقطة مي طلب؟ ايه عن جد ما في مي. ما في. يا سلام. خبروني انتم كيف تعمل حشوة بعودكم؟ هاي بس تتبل شوي. هلا جيبي حطي فليفلة. اوكي. هاي فليفلة. حطي كمان. خلصنا هيك خلينا نضبط. قلبي اخذ الزوايا. لا تشيلوا سايبكم. بس هي ما بتحب تشرب غير من هذا النسكافيه. كيف انا زمان كنت ما بدي. في عنا هدول جبتهم للولاد كمان. قلتي حي يا حبيبي اي نسكافيه اي جوز بيشربوه كمان جنبه بعصر له بايد. يا عمري انا يا عمري. وهون مش كيف في غراض للبنات. لم تاخذوا غراضكم لانه كل وحده شيء. بدي افرجيكم هدول هم اللي امبارح جبتهم. شوفوا هاي بيجي المطاط تبعها. شايفين كيف رقيق؟ عايش هاي مو قلت لك اياها يلا يلا. فهلا بس تتبل شيء بسيط ماما. بس تتبل كلياتها مع بعضها. حسيت انقطف كثير مي حطوها على المصفاي قبل ايوه ما تحشوا العجينة. يعني ما اللي ما راح يطلع ماما بتعرفي ليش؟ لأنه احنا شفناه. ناشفه. جبت هذا امي قصدك عنا البطانه اللي تحت الثياب. ايه هاي هيك؟ ايه ما رح يعلم صح انه هيك تحت بسطانه زي هيك كان. اخر انا قلت لكم امبارحه كل شيء غسلناها وكل شيء وهيك نقيناهم تركناهم ينشفوا. وتخيل من امبارح لليوم مشان شو ما تقطف مي. لا انه بخايل او شيء بالذات فساتين البيض. شايفين الفستان اللي لبسته الابيض انا؟ انه بدل ما البس قطعيه وارجع البس لا هاي احسن. هاي وخلاص يعني. لا بدل السلق يعني بدل ناشفه ليك ما في نقطة مي ناشفه. ايه مي. ابدا من بعد منقاي وكل شيء. رشة ملح تدبل. يعني قرش ملح. انا فتحت الاغراض اللي هون ونرتبهم كلياتهم. في اشياء لغرفة مريم، شغلات لإلي دول القطن. يا ثانك يو سو. في عندنا كده فجبت كمان واحدة ثانية بيضة. وينها؟ دانا تعرف عشان تاخذوا اغراضكم. هاي لمين؟ عليك ولا لا؟ لا عليك. وجبت بيج كمان. شايفين انا قصدي هذا المطاط اذا كان مثلا بخايل او شيء فبيطلع ماحي ببين هيك عرفتي ببين حرف. ورشة ملح. رشة كمان. رشة لا تخافي. هلا تتبل على النار هادية ماما. حاضر. ليك طيب خدي كيس عشان تحطي اغراضك. هاي كمان هم جابوا برفانات البنات. دواء اسنان. اوكي. هلا الميك اب ما بعرف منهم. هدول لمين؟ هاي ثانك يو ماما. بعرف حلو. واخر ما حبتجي السماق. اخر شيء نحط السماق. مو هلا ما؟ لا حطي ايه كله. هاي بعرف حلو. عشان تتبل مع بعضها. اوكي. وهي كمان. اوكي هون رح احط اغراض مريم. هدول بيطلعوا لفوق مع القطن. هدول للمطبخ. هدول كمان لفوق. اوكي. وهون شامبو للولاد ما عم لاقيها هون. هاي لانه تبعت الفطان للاسنان. هاي دانا حافظتها. هاي ما بعرف لمين. ايوه في هون. وهي هيك ما حابه تاخذي كيس. خدي كيس حتى. اوكي هون جابوا اشياء لكل يوم. عرفتوا؟ في هذا القميص حبيته لدانا ولا تنكسر. جبت لهم اياه نفس الشيء هيك انه لكل يوم قميص ابيض. شايفين؟ هذا واحد نفس اللي هي جبنا صح؟ اوكي. في هذا الجينز كمان لكل يوم. مثلا هذا لمريم. هدول للبنات نفس الشيء بس اللون. هاي الك ولا لا؟ اليوم
ثانك يو سو جابت هذا صح؟ لقيت لها اياه هيك. في نوعيات ثانيه بس ما حبيتهم، حسيت هذا اجمل شيء، قريب على الشيء اللي عندي على فكره. هذا لمين؟ ثانك يو سو. بحب هدول بيجوا هيك نص بطن الفتوان بيجوا قصار. هذا ثانك يو سو كيوت عليه دبدوب شايفين؟ على طريقة ماما حشوة السبانخ، فانتوا اكتبوا لي كيف تعملوهم كمان. اوكي هذا خلصنا. هون هدول الشكلات جبتهم لميرو. هدول كمان 12 كيلو حيصيروا على كيلو. هاي ثانك يو سو نقيت لها اياها طلع خدي زهر احلى. هدول كمان جبتهم. هاي ما بعرف لمين. اوكي على الشحاتات هاي ثانك يو لانه صغير طلع ما اصغره 36. هاي جبت كمان هون هاي جيبي عدل عليه. ايه جبت قريب هيك. شوفوا هاي كيف. هاي لمين؟ وهاي لسنود افندي، وهاي لستميرو جبت لها هي الاميره تبعيتها. شو خالصين كل شيء. هدول جيبي هذا خلصوا. بعد فيها ذاك الكيس الاخير. اوكي هذا طلعي لفوق يعني. شو رايك في ماما؟ حلوين مبروكين تلبسون ما بالهنا شفتوا. جبت مرة بنتي. من يا عمري الله يبارك فيكي. جبت منه مرة من المول بس لون اسود. هذا دانا جابته حلو هيك لكل يوم. ماشته بتجنن كيف شايفين. حتى ماما قالت لي والله غير شكل. في عنا هدول ما لقيت وقتها بيج. بنات جابوا حتى هدول ماشتهم كمان بتجنن نفس الشيء، بس البنات اختارون ابيض وعليهم اسود. هلا شيء جابوا نفس ونقت هاي موديلها حبيته انه جاي هيك شايفين، بس اللون قلت لها لا في انه غير الوان مثلا زهر اسود هي الالوان ما لها تغير. فعجبتها القصه. هدول البناطيل لا مو هذا. انا هذا البنطلون جبته حبيته بصراحه. طلعوا قماشته كثير حلوه وبارده لكل يوم مع تيشرت هيك. طلعوا كيف جايين من هون كيف. هلا هدول هيك مو للتدفئه بدهم ياخذوهم للبيت عرفتوا. انا بحب البس هيك شغلات على شوفي هدول لفوق هدول للمطبخ دانا. هدول كمان ببلش بالسبانخ هون كله ثياب. طيب حتى هاد شايفين هي شغلات على وهاي وحدة ثانية بس طلعوا كيف. انا هي ما حبيتها. سلام انا زعلت نش نحن نخزن المسكن استي انت اللوكيشن وطالع لله لوكيشن. الزلمه واقف لوكيشن نفس الشيء يعني. نفس القياس جبته كمان. ايه سمسم انا ما بعرف نلبس يا عمري بده يطلعوا ماتشي. اوكي هون جابوا هي كمان بس هي اكبر. هي قياس ماما لارج جبتها. اوكي وهون ضل هون الشغلات للبنات. يلا حبيباتي هاي دائما نلاقي خمر. لا اصوات ما لقيت بس كان في كثير لا حلوين. تفضلي حبيبتي. اوكي هون كثير بتحب اللون ماما. لا حتى هي كان بدها غير لون مثلا حبت القصه قالت لي ما لقيت. لا خلص. وهذا الثاني لدندون قميص كمان على الجينز او بنطلون. حطوا الاغراض. خلينا نطلع هدول لفوق عشان نروح نجيب السبانخ ونبلش فيهم. هدول لمريم كمان شوفوا ما احلاهم كيوت. طلع هدول الالوان قلت لكم مشان المدرسه وكمان الوان ثانيه لكل يوم يعني. وهون اسود. شو صار نفس الشيء نفس شو صار باللوكيشن؟ تعالوا على مكان ثاني. انا جبت هدول شوفوا كيوت. انا بحب هدول كمان. البنات جرابات جابوا هدول. انا نقيت غير شيء بصراحه. يمكن